واش نقولوا لطاطاواتي؟ طاطواتي صحايتكم. واش نقولوا لهم؟ طاطواتي صحايتكم. صحايتكم صحايتكم. طاطاواتي، صحايتكم طاطواتي صحايتكم. 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 تعيدوا بالصحة والهنا. وانتي صحايتنا. واش ياكلوا؟ اش ياكلوا؟ ياكلوا ياكلوا لحم لحم بزافة بزاف ويكبر. ويكبروا. صحيتي. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم طليت عليكم بهذه الحنة الحنينة وفي هذا العيد ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والهنا وطولة الصحة والعمر ان شاء الله. هنا طليت عليكم وانا احنا نحضروا في الحنة باش نحنيو للكبيشو، ما على باليش كل وحده وعاداته. احنا نحنيو للكبش ونحنيو لافراد العائله اللي يحب طبعا. هنايا حضرت الحنه نتاعنا وحنتوجهوا مباشره للكبش. المهم هنايا تحامينا فيه حنينا له. درت لكم فيديو خفيف ظريف تعيشوا معايا الاجواء ونشاركهم معكم بحكم انه عندي بزاف غايبه على اليوتيوب، وطليت عليكم بهذا الفيديو ان شاء الله. وان شاء الله ما نتلاقاو غير في الافراح والمناسبات الساره، وتكونوا نتوما ديما بصحه وعافيه يا رب. هنا حنينا الكبيشو راكم تشوفوا فينا بالسيف حاكمين له رجلو مسكين. صبحنا على تكبيرات العيد وما شاء الله كان يوم جميل جدا. حاولنا نحضر بعض الأطباق السهلة التي تقدم في يوم. كل واحد وش يطيب. احنا مثلا نطيبوا شوى تاع الكبدة ملفوف ونرافقوه ببعض الأكلات الخفيفة. كلنا نعرفوا بلي العيد الكبير فيه تعب ومشقة في تنظيف وفي كل شيء، ولكن تبقى ليه حلاوة خاصة. بعدها مباشرة بعد ما نكملوا الغداء نتوجهوا نهتموا شوي بأنفسنا، نلبسوا لباس نظيف، لباس جديد، حتى ومش جديد نجبدوا أحلى ما عندنا باش نلبسوه ونستقبلوا به ضيوفنا. شاركتكم أنا هذا تقدروا تقولوا روبا، تقدروا تقولوا قفطان خفيف باللون البرتقالي، وشاركتكم واش لبست معاه مع شوي اكسسوارات خفيفة. وهاني صورت لكم هنا كيفاه جاتني. هنا وريت لكم هذا الباليت شريتها عندها مدة مش جديدة، تاع عدة الالوان، مكانش لون ما تلقاوهش فيها، وتستعملي الالوان حسب انتي واش تحبي. الميزه المليحه في هذا الباليت انه كي تشريها تستغني على جميع لي باليت لانه فيها كل الالوان، فيها الوان يوميه وفيها الوان تاع اعراس وفيها الوان ايضا تاع حفلات ومناسبات. الوان جريئه، الوان جد رائعه بدرجات مختلفه. حضرنا للعشاء شيء خفيف بحكم كانت الحرارة جدا عالية وكان يوم متعب، يمشي غير الحاجة الخفيفة. رافقناها مع خبز، درناهم دي ساندويتش، والحمد لله على هذا النعمة وربي يديمها ويحفظها من الزوال.
المهم حبيباتي، حاولت نشارك معكم يومنا كيفاه فات في العيد، ونطلع عليكم بهذا الفيديو الخفيف الظريف. ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة، ونخليكم على خير. تهلاو في رواحكم، مع السلامة.